الاستبن. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ها هي المواقف تتكرر بالتمام لكن بشكل أسوأ. فمنذ ما يقارب السنتين استقبل الإعلام المحسوب على النظام المخلوع كما كان يسمى وقتها إعلان ترشح الرئيس محمد مرسي للانتخابات الرئاسية بتدشين مصطلح الاستبن أي الاحتياطي، ثم تطور الأمر ليوصف أنصاره بالخرفان في عملية معقدة لصناعة صورة ذهنية مهينة تبرر الانقلاب بعدها ومن ثم الذبح والحرق. لكن عبد الفتاح السيسي الذي ربما كان المخطط للمسميات ومن بعدها الفتن والمؤامرات التي انتهت بإعادة حكم العسكر يظل الأسوأ حالا على مستوى العالم. فالأقدار استقبلته وهو يعلن استقالته من الجيش ويفض ارتباطه به للترشح للانتخابات بمصطلح هو الأسوأ على مر التاريخ. ربما لم يهتم السيسي وإعلامه باللقب الجديد والهاشتاج بداية قبل أن يلتصق به بالغراء خلال ساعات ويلتحم باسمه في الدوريات الدولية والصحف الكبيرة والمواقع التوثيقية ربما للأبد. ويرتبط الوصف واقعيا بالأسلوب العاطفي الذي حاول السيسي أن يحدث به أنصاره ومريديه مرارا ليدغدغ مشاعرهم ويلهب عواطفهم ويحلق بهم في عالم لا واقع، حتى افتخروا أن نساءهم حبلى بنجمه. كل ستات مصر سمعت كلام الفريق السيسي، قال انزلوا نزلنا احنا واولادنا ورجالتنا. يا ريت هو لو هو عايز حاجه ثانيه يقول لنا. يعني بحبه قوي، يعني بحبه قوي قوي قوي، والنبي يا سياده الفريق اعرف ان انا بحبك اكثر واحده في مصر. ضم الهاشتاج الجديد مشتركين من كل الفئات ومن كل الأعمار بل ومن كل الدول أيضا، حتى أن إعلاميا شهير كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لم أستطع المقاومة أكثر من ذلك، انتخبوا أما قناة LBC اللبنانية فكسرت كل التقاليد الصحفية وقدمت تقريرا مصورا عن الهاشتاج الأشهر عالميا. حتى أن موقع ويكيبيديا الشهير وفي السيرة الذاتية التي كتبها عن السيسي عرف عنه على أنه المارشال عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي الشهير بالعرس. وصفت فيه الرئيس المحتمل مرات، بينما ذكرت صحيفة التايم اسمه مقترنا بلقبه الجديد. 95 مليون مشترك هي نسبة المشتركين في الهاشتاج الآن، وربما يتضاعف العدد خلال ساعات، لكن يبقى أن المقدسات والقيم حينما تتحطم يطال الشر الجميع. وربما كان المتآمرون بداية على الدوام هم الأسوأ حظا بعدما نسج السيسي هاشتاجه بنفسه.